السلام الاخوان الاخوات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير، امور هانيه، عواشر مباركه، دخل عليكم الصحه والسلامه والعافيه ان شاء الله. اليوم ان شاء الله غنقدم معكم طريقه ديال العسل اللي كنعتمد انا في شهر رمضان الكريم. عسل ساهل ودغيا كيوجد، ومره واحده كتحلي عليه كتلقايه واجد في ساعه. تبعوا معايا الفيديو حتى الاخر وغتشوفوا الطريقه والنتيجه في الاخر، وما تنساونيش من الدعم ولي لايك. هنا كيف كتشوفوا معايا عندي قالب ديال السكر. انا كنفضل العسل ديال القلب على ديال سنيده. كنجيبو كنديرو في كوكوط، كنخوي عليه اطرو ديال الماء وكنخليه يبات ليله كامله حتى كيذوب على خاطره. هنا كيف كتشوفوا نهار الاخر مني كنفيق كنلقاه دايب بحال ما هكا، كنشدو كنحركو مزيان حتى كيحيد داك اللي كيكون مكتل تحت حتى كيتحل كامل. كنبقى نحرك بمغرفه ديال العود، كتستعملوا شي حاجه ديال العود، ما تستعملوش شي حاجه ديال لينوكس. من بعد مني كيذوب معايا كامل كنشعل عليه البوطه. في الاول كتكون البوطه مجهده، بوطه عاديه، كنبقى نستمر في التحريك حتى كان يبدا يطلع في الغليان ديالو. مني كيبدا يطلع الغليان ديالو كنضيف عليه حامضه وعود ديال القرفه وحبيبات ديال الاتاي. هادوك اختياريين، كاين اللي كيديرهم كاين اللي ما كيديرهمش، كاين اللي كيدير حتى طريف ديال الشبه. بالنسبه لي كيبغيه المعسلات، انا كندير فقط حبيبات ديال الاتاي غير شويه ماشي بزاف، نديرهم في كميميصه تكون بيضاء وكنديرهم وكنخليه حتى كيبدا يصفر. كنخلي البوطه عاديه حتى كتبدا الكوكوط كتصفر التصفيره الاولى، كنقص البوطه وكنخليها ساعه الا ربع هو كيطيب 45 دقيقه. وكيف كتشوفوا معايا هنايا سديت الكوكوط وغنتسنى عليها حتى كان كتبدا كتصفر. ملي كتبدا كتصفر عاد كنقص عليها البوطه. نتوما كيف كتشوفوا انا تمت نخلي لكم الفيديو. هنايا راه بدات كتصفر. من بعد مني غنحسب ليها 5 دقائق غنقص البوطه وغنخليها قليله. هانتوما شوفوا كيفاش نقصت البوطه، شتي؟ صافي وكنخليها صافي. هنايا كتكون دازت ساعه الا ربع كنطفي عليها وكنخليها ما نحلهاش سير بلاص، كنخليها حتى وكانت تتبرد نهائيا ساعه ساعتين. هي حنت العسل راه كيشد السخونيه. صافي كناخذ طبيصيل كندير فيه شويه وكنحطو في الثلاجه وكنشوف واش طاب. هنا راه مهما كندير داك الخط وكيبقى ليا الفراغ يعني راه طاب العسل طايب ناجح. مني كيجيني خفيف بحال ما هكا كنعاود نردو فوق البوطه، نقص عليه البوطه ونخليه عريان ونخليه باش يختار. هنايا من بعد ما نقصت عليه البوطه هو تقال وغنخليه يبات في الكوكوط اللي انا طيبته فيها حتى نلغد ليه كيزيد يتقال كتار من هكا. هو راه باش ما بقى كيزيد يتقال. صافي وها هو واجد معاكم. تقدري تستعمليه المعسلات ديالك، البريوات، الشباكيه، اي حاجه. كتزيدي ليه فقط شويه ديال الزهر. انا هنا ما زدتش الزهر حتى نبغي نخدم به عاد غندير ليه الزهر. هنا كيبقى هكاك ما فيه حتى شي نسمه من غير ديال الحامض والقرفه اللي درت فيه. ومني غنبغي نستعملو غادي نطفيه بشويه ديال الزهر باش يجيو المعسلات فيهم لوغو ديال الزهر. وهو ناجح واقتصادي وكيعطي 2 يطرو قالب، كيعطيك 2 يطرو ديال العسل. وانت هذه طريقه اخرى تاني مني كتخوي من الكوكوط كديري هذا الخط. هذا كيعني بان العسل ما عمرو غيحجر معاك، غيبقى لك كما هو في المعسلات ديالك وراه ناجح. مني كيبقى لاصق هكا في الاناء اللي طيبتيه فيه وكديري داك الخط وكيبقى لك هذاك الفراغ، راه العسل ناجح معاك 100%. خدمي به بعينيك مغمضين، ما تخافيش منه يخسر لك المعسلات ديالك. اي حاجه شباكيه، مقروط، بريوات، اي حاجه استعملتيها فيها كيبقى شارب